السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. معكم مديحه من قناه شيوات مديحه مع فيديو جديد ووصفه جديده ضمن حلويات العيد. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم محبوبه الجماهير المعلكه بالكاوكاو. كتجي معلكه اسم على مسمى، وكتجي هشيشه وبنينه طبيعه الحال. تابعوا معايا المقادير مع طريقه التحضير ومع الاسرار باش تجيكم مشقه، وكاع الاسرار ديال المعلكه باش تنجح معكم. ما تنساونيش كيف ديما التعاليق ديالكم وبلي جيم بالاشتراك في القناه. بالنسبه للمقادير كنحتاج هنايا عندنا القوقاو او الكاوكاو. انا عندي هذا بلا قشور، صهدته شويه هكا في الفران، ما تحمروش بزاف باش ما يتعلق لكمش، ما تكونوا تطحنوه. يمكنكم تستعملوا الكاوكاو الاحمر، يعني اللي عندكم هذا ولا هذا، تصهدوه في الفران وباش تحيد داك اللجه ديالو وتطحنوه. غادي نطحنوه معكم كيف كتشوفوا، غادي يولي بحال هكا. يعني طحنوه يكون ماشي طحين كاع غبره، يعني يكون باقي فيه شويه ديال باقي شويه مهرمش. غنضيف هنايا 2 كيسان ديال السكر سنيده، وعندي هنايا 2 كيسان ديال الكوك يكون ميدم النوعيه الجيده. بالنسبه للقوقاو عندي كيلو ديال الكاوكاو، يمكن لكم ديروا غير نصف الكميه. عندنا 4 المعالق كبار ديال الزبده، تكون ديال العلب ولا الحيوانيه اللي عندكم، ما ديروش غير مارغرين. عندي هنايا 2 ديال لي ساشي ديال فلون ديال الشوكولا. انا درت واحد شوكولا واحد كراميل، ما بقاوليش ودرت هكا مختلفين. الا ما عندكمش كاع ديروا معلقه كبيره ديال الكاكاو. غادي نضيف 4 ديال المعالق كبار ديال كونفيتور ديال الاكل، داك القاصح ماشي الجاري. ضفنا واحد رشيشه ديال الملحه، وعندي هنا لاغوم ديال النوغا. ولا يمكن لكم الا ما عندكمش هاد النكهه ديال النوغا ولا الشوكولات ولا اي نوع، ديروا غير الفاني. غادي نبدا نعجن بحال هكا وتعجنوا بحال تدلكوه، يعني تمعكوه مزيان باش كيخرج داك الزيت ديال الكاوكاو او ميم طون ديال الكوك. ودوك المقادير حتى هما عاد غادي نبدا نضيف البيض. نبدا نضيف بيضه. تبقاو تضيفوا بيضه، ما تضيفوش دفعه واحده وتخلطوا. انايا هاد المقادير اللي قلت لكم احتاجت فيهم يلا 3 ديال البيضات. الا درتو النص ديال المقادير، يعني ديروا بيضه الاولى وعجنوا، عاد ديروا بيضه الثانيه وشوف يقدر تجيكم. الا درتو نفس المقادير يقدر تجيكم بيضه ونص ولا 2 على حسب. انايا هاد الكاوكاو بحال اللي ميدم، يعني ما احتاجش البيض بزاف. صافي غادي نبقى نعجنو بحال هكا حتى تحصلوا على واحد القوام يكون شويه خفيف، ما يكونش ثقيل بزاف وما يكونش خفيف بزاف، حيت معروف ان الكوك كيشرب. يعني راه واضح الفيديو كي راه داير القوام. الا حسيتوا بان القوام ديال العجين ديالكم جرى بزاف ولا، خليوه غير صبروا عليه واحد شويه وغادي يشرب. غادي نضيف هنايا 3 ديال الخمارات حمر، اللي درتو نص الكميه ديروا غير خماره ونص. كيف شفتوا في البدايه نتاع الفيديو راه كتجي مفكعه ومشقه بزاف. بعد ما جمعت العجينه خليتها ترتاح واحد
واحد 20 دقيقة هكاك، على ما وجدت الصوالح اللي غادي نصايب بهم. انا عبرتها انايا درت فيها 20. نتوما ديروا على حساب، الا كان عندكم الميزان ديروا 20، الا ما كانش عندكم ميزان ديروا عندكم ميزانكم. كوروهم المهم ديروهم مقادين، ديروا الكبر اللي بغيتو، جبتهم كبار بزاف ولا صغار ولا متوسطين، يعني داكشي كيبقى الاختيار ديالكم. عدت فيها 20. الا بقات كتلصق لكم عاونوا بالماء زهر. صافي غادي نعبرها كامله هكا نفس القياس. صافي غادي نخليها بحال هكا جانبا، يعني كوروها كامله عاد تبقى ديروها في السكر كلاصي. انا عندي هنا السكر كلاصي سبيسيال، واخا نورمالمون ما استقليش سبيسيال، مع الاسف ما عرفتش علاش ولاو يغشوا في هاد لي سكر كلاصي. يعني ما بقاش في الحلوه بزاف، واخا زعما خليته واحد المده في السكر كلاصي. المهم بعدا هي الحلوه تجينا مشقه. المهم الا كان عندكم سكر كلاصي سبيسيال نيشان خدموا به. الا ما كان عندكم غير العادي غادي تضيفوا له واحد شويه ديال النشا. صافي انا غادي نديرهم بحال هكا، نقادهم في السكر كلاصي، وغادي نخليهم واحد شويه هكا، واحد ربع ساعه في السكر كلاصي مزيان. عاد نبدا نكورهم ونحطهم في اللاطه ديال الفرن. كي قلت لكم خليتهم واحد المده، عادت كنكورهم بحال هكا، يعني دخلوا فيهم السكر كلاصي مزيان وثبتوه كيف كتشوفوا. انا في هاد الاثناء راني شاعله الفرن يسخن، خصكم تسخنوه مزيان الفرن، عاد وضعوا فيه اللاطه ديالكم. انا طيبتهم في الفرن ديال الغاز، كتدخلوهم من التحت يتشقوا، وعاد ديروه الفوق يكمل الطياب. يعني ما تفوتوش واحد المده ديال الطياب بين 8 دقائق حتى ل 10 دقائق، ما تكثروش فيهم الطياب باش ملي يبردوا ما يجيكمش قاصحين. تحسوا بانها تشقات لكم شويه من التحت، غادي تطلعوها الفوق تكمل الطياب ديالها. وبالنسبه للفرن الكهربائي ادوا على 180 درجه، تشعلوا لتحت والفوق وديروا المروحه. اللي عندهم مروحه، اللي ما عندهمش يشعلوا غير الفوق، شعلوا غير الفوق على ما تشقق، وطفيوا الفوق وشعلوا لتحت باش تطيب من التحت. كيقول لكم ما تفوتوش 10 دقائق في الطياب. صافي غادي نكورهم كاملين بحال هكا، نقادهم في اللاطه. انا درت 2 انواع، درت واحد زينته بالكركاع، والنصف الثاني خليته هكاك، يعني درته بالطريقه الكلاسيكيه العاديه، يعني ما في غير السكر كلاصي. مين تكملوا داك الكميه الاولى ديروا بحال نفس الكميه الثانيه وتخليوها شويه في السكر كلاصي. وهاد الطريقه راه كتجي ناجحه، كيبقى فيها السكر كلاصي. الا كان السكر كلاصي مزيان النوعيه الجيده راه كيبقى وما كيذوبش وما كيتحرقش. عندي هنا بيض البيضه باش نثبت به دوك النصوصه ديال الكركاع.
ندير مدانست في دوك النصوصه بحال هكا. ما تضغطوش بزاف، غير واحد شويه. كيف كتشوفوا هي كتشق قبل ما طيب كاع. يعني وصفه ناجحه، غير تبعوا المراحل كيف قلت لكم. وهذا هو الشكل الثاني اللي قلت لكم. غادي ديروا غير هكا بصبعكم، تقادوه بحال هكا باش تعاونوه باش يتشق في الفرن. صافي غندخلهم الفرن كيف قلت لكم، كيف شرحت لكم. يطيب ونوريكم من خرجته من الفرن. هذا هو الشكل ديال اللي صايبته بالكركعه. كيف كتشوفوا كتجي مشقه، ماشي مشقه، كتجي مفرقعه، كتشقق كامله. مع الاسف داك السكر هو اللي دارها بيا، وكتجي بنينه، كتجي معلكه. كتشوفوا بحال هكا. وغادي نوريكم حتى الشكل الثاني، حتى هو جا مشقق. كتشوفوا بحال هكا التيلات كلها مشقه. بتكونوا طيبوها ضروري راقبوا الفرن ديالكم مزيان، ما تحمروهاش بزاف. كي كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال المعلكه اللي وجدتها معكم اليوم بجوج ديال الاشكال. نتمنى ان شاء الله نال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش بالاشتراك في القناه وبلي كومونتير وبلي لايك. راه كتجي معلكه وبنينه. كيف كتشوفوا انا صايبت معكم وحده، راه كتجي معلكه. كيف قلت لكم ما تفوتوش فيها الطياب باش تبقى لكم مرطبه ومعلكه. شكرا على المتابعه، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.